ويسعد أوقاتكم متابعين. اليوم جبت لكم أكلة المكسيكانو، هاي الأكلة الطيبة واللذيذة واللي كلها خضرة. أنا بحسها أكلة صحية وسريعة ولذيذة وسهلة وما بدها شي أبدا، مع إضافة بسيطة. خلونا نشوف سوا شلون عملتها. أول شي بتجيبوا الخضرة اللي هي الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء والبصل. بعدها بزبدة بنحط، يعني حطيت أنا هون شي معلقتين زبدة، وحطيت أول شي البصل لحتى ميته تنشف. بقليه منيح للبصل، بحط له رشة ملح وبقليه منيح لحتى يدبل معنا. بعدها جبت الفطر المقطع الفريش، قطعته وحطيته مع البصل وكمان قلبته منيح لحتى دبل وصار لونه مثل ما لكم شايفينه بالفيديو. هلا بقى آخر شي بضيف الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء، آخر شي حطيتهم لحتى يضلوا لونهم حلو وما يدبلوا كتير. يعني قلبته مجرد تقليبتين مع شوية ملح وعفت الطواية على جنب. وبمقلاية تانية كمان حطيت شوية زبدة وضفت له صدورة المقطعة مع معلقة صغيرة من الثوم وحركتهم. أنا هيك بحب أحط الفروج لحاله لحتى ما يفقي كتير مي مع الخضرة. قلبته فوق الخضرة اللي قليتها مع قدر معلقتين كبار من صويا صوص ورشة بابريكا ورشة زنجبيل. وإذا بتحطوا هالخلطة المميزة اللي هي كاسة مي بتروبوا فيها بقلبها معلقة طحين، بيطلع معكم الأكلة كتير كتير طيبة، لأني بتعطيها مثل القوام السميك. فكل شي نكهات طلعت من هاي الأكلة راح كلها يتشرب الصوص ويطلع معكم هيك الصوص سميك وكتير طيب ومتشرب من كل النكهات. صدقوني هاي الخطوة كتير بتعطيها زكاوة للمكسيكانو. شايفين أثناء السكب شلون ما كتير هيك صاير ميته كتيرة، وأبدا أنا ما بحبه تكون ميته كتيرة وطالعة. بهالإضافة البسيطة عطيناه قوام حلو مع تنكه من نكهات اللذيذة. شوفوا أثناء السكب ما شاء الله طلعت الأكلة بتجنن. طبعا بتعملوا جنبها، في ناس بحبوها سندويشات، بهاي المرحلة فيكم تعملوها سندويشات بالصمن، أو نحن بنحب جنبها رز. بحسها مع الرز بتعطي نكهة كتير طيبة ولذيذة. أنا طبخت جنبها بصراحة رز أبيض، وهو أنا بحب أستعمل مع هاي الأكلات رز البسمتي. عن جد بيطلع كمان طعمة الأكلة بتطلع كتير كتير لذيذة وطيبة. إن شاء الله بركي بوصفات قادمة بعملكن وصفة الرز البسمتي ومقادير شلون بيطلع معكن هيك مفلفل مثل ما هلأ رح تشوفوه بالفيديو. والله مثل ما عم بقلكن أكلة طيبة ومفيدة وصحية وسريعة. يعني يوم ما عندكم طبخة ومالكن عارفاني شو تطبخوا، بهالمكونات الموجودة عندكم في البيت فيكم تقوموا وتعملوا هذا الصحن المرتب واللذيذ. هلأ بالنسبة للفطر، أنا عايشة بتركيا، فالفطر دائما بيكون فريش مثل ما شفتوا. بس أكيد فيكم كمان أنتوا تجيبوا الفطر المعلب بس غسلوه منيح، وفيكم تضيفوه للأكلة ما بيأثر أبدا. وهيك جهزت أكلتنا لليوم. تابعوني إذا عم تشوفوني من جديد لأنزلكم أحلى وأجمل الوصفات، وإن شاء الله صحة وهنا سلفا.